كجميع المقابلات اللي خدناها من قبل، تجري استعدادات في واحد الأجواء طيبة كتير، فيها واحد الروح ديال الأسرة، ديال التضامن، روح ديال المسؤولية، ديال الجدية، وباحترافية عالية. نعرفوا بأن المقابلة ديال غدا ضد منتخب محترم، منتخب السوري، ما تكونش مقابلة سهلة، ومقابلة اللي خلال الانتصار كتمرك النصف النهائي. كنظن هنا كتكمل الأهمية ديال المقابلة. نظن أن الكل واعي بالمسؤولية ديالو، كل واعي بالأهمية ديال هذه المقابلة. إن شاء الله الرحمن الرحيم نديروا ما بجهدنا وأكثر من أجل الظفر بالفوز إن شاء الله الرحمن الرحيم. كابتن صلاح، نرحب فيك مرة ثانية ومبارك لك على التأهل. كلمنا عن استعداداتكم كلاعبين للمباراة. السلام عليكم. فبالنسبة للاستعدادات فالحمد لله كتمر بأجواء جيدة. المقابلة عارفين أنها تكون ضد فريق اللي قوي. الأمور يعني داخل المجموعة في يوم بعد يوم كتقوى أكثر، والرغبة كتكبر يوم بعد يوم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا مستعدين جيدا لهذه المقابلة بإذن الله. نأخذ الأسئلة، تفضل الشيخ. المايك. Coach Tariq, félicitations de la qualification encore une fois. غدا تلعبوا la série qui est une des sensations de notre tournoi. Une équipe اللي كتلعب اللي عندها une défense très solide وكتلعب على les contre rapides. عندهم un attaquant اللي هو مزيان وعمر خريبين. كيفاش comment vous allez gérer هاد la rencontre واش غادي تلعبوا بلو même 11 type. Une autre question, كاين واحد بزاف ديال التساؤلات على الكرتي بانه غادي يغادر المعسكر باش يمشي يلعب مع بيراميدز في الانتركونتينونتال. واش الاخبار صحيحه ولا غير صحيحه؟ شكرا. اولا فيما يتعلق بالسؤال الثاني كنفضل انني ما نخوضش في هاد الاشياء. كنفضل انني نبقى مركز على المقابله وعلى الاسئله اللي كتعلق بالمقابله ديال غدا، هو الشيء اللي نبغي نبقى مركز عليه. فيما يتعلق بالسؤال الثاني على الطريقه كيفاش غادي نخوضوا المقابله ضد المنتخب السوري، بكل صراحه حنا راكم نتوما دابا وليتو عارفيننا كيفاش كنشوفوا الاشياء وكيفاش كنتعاملوا، وهذه اشياء نابعه كذلك من واحد. شوف كره القدم راه تنقول دائما واحد تجربه متواضعه ديال تقريبا 15 سنه في الدوريات الاوروبيه وفي اعلى مستوى، ودابا الان ما يقارب تقريبا 15 سنه كذلك في التدريب. كره القدم هي حقيقه يعني تربيه. كره القدم هي حياه. كره القدم كتعطيك دروس للحياه، ماشي مجرد لعبه، عندها ابعاد كثيره. ومن بين الاشياء اللي تربينا عليها من خلال هاد السنين هذه هو اننا نكونوا متواضعين، هو اننا نحترموا المنافسين، هو اننا نعطيو الحق لجمهورنا اللي كينتظرنا، نكونوا عند حسن الظن، هو اننا نكونوا تنافسيين، هو اننا ما نرضاوش بالهزيمه. فكره القدم يعني عندها ابعاد كثيره وهي مدرسه ديال الحياه. لهذا فكما قلت لكم نتوما راه كلكم عارفين كيفاش كنشوفوا الامور، كيفاش كنتعاملوا مع الامور بكل تواضع. كنحترموا جميع المنافسين بما فيهم المنافس اللي غادي يكون منافس قوي للمقابله ديال الغد، وغادي نديروا جميع ما يلزم من اجل الظفر بالمقابله. حقيقه ان المقابله كتربح باشياء كثيره، منها كذلك الذكاء، ومنها التعامل مع مجريات المقابله، مع لي طون فور مع لي طون فيبل. ما كاينش شي فريق كيلعب 90 دقيقه غير في لو طون فور ديالو، او شي فريق كيلعب 90 دقيقه غير في لو طون فيبل ديالو. خصنا نتعاملوا مع جوج ديال المعطيات، لكن عندي الثقه الكامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللاعبين اللي كذلك عندهم من تجربه ما يكفي، عندهم من امكانيات ما يكفي، عندهم كذلك من الروح الوطنيه ما يكفي، باش اننا نكومبونسيو النقص اللي عندنا
في لاعبين كثار اللي ما معناش، وباش انا نديروا مقابله ان شاء الله كبيره تليق بكره القدم الوطنيه وندوزوا للدور الموالي ان شاء الله. شكرا. تفضل ثاني واحد. السلام عليكم، محمد وعزيز، وكالة المغرب العربي للأنباء لاماب. كوتش، واش نقدروا نشوفوا في المقابله المقبله نفس التشكيله اللي سالات في الماتش اللي داز؟ يعني نشوفوا مثلا بنتايك وبولكسوت لاعبين كاجنحه من اجل تحرير كل من كريم بركاوي، وكذلك تيسو دالي من اجل التركيز على الادوار الهجوميه. شكرا. فكل حاجه ممكنه، يعني نقدر نقول لك الا قلت لك كيفاش هذه اللعبه والتشكيله اللي غندخل بها، فراه بحال هذا سؤال ديال سوري ماشي ديال مغربي. لا، يعني انا كان بكل صراحه، يعني المدرب تيبقى يكون عنده قناعات وكيكونوا مستجدات اللي كتعطيهم كذلك المقابلات اللي كيتلعبوا في منافسات من هذا الحجم. ودائما المدرب كيحاول دائما يفكر كذلك على افضل ديسبوزيتيف ممكن يلعب به، وافضل تشكيله كذلك اختيارات ممكن يقوم بها من اجل ان يحد من الخطوره ديال الفريق الخصم ويستغل الماكسيموم السلبيات ديال الفريق الخصم، لا قبل المقابله ولا بوندون المقابله. فكنتمنى من الله باش ربي يوفقنا ونديروا الاختيارات اللي تعطينا لي 3 بوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. نبي سؤال حق الكابتن، كابتن صلاح. تفضل اخر واحد. وفي الحقيقة سؤال للمدرب وسؤال للاعب إذا يمكن. بالنسبة لسي طارق، كنهنئكم مرة ثانية ونهنئ أنفسنا جميعا على التأهل لحد الآن. يعني نسير بطريقة جيدة، نحقق الأهم ونفوز أو على الأقل نتعادل لحد الساعة يعني بدون أخطاء. اليوم أنسى نقول لك بعد آراء الرأي الشارع العام أنه المنتخب لم يقنع أداء حتى الآن. فهل لدينا يعني خلينا نقول أدوات أخرى لإظهار مستوى أعلى، أو أننا نسير حسب الإمكانيات؟ وبالنسبة للحارس صلاح الدين، يعني ما هي، حدثنا عن الأجواء داخل المجموعة الآن. نتقدم في البطولة، نعم مش شيء سهل، لكن ما هي الأجواء بيناتكم أنتم كلاعبين، سواء خلال التدريب سواء خلال حتى وجبات اليومية وأيضا حتى الأحاديث الجانبية؟ شكرا. شكرا على السؤال ديالك. ثم كتعرفوا بأن احنا أول وحدين كنكونوا نبغيو المنتخب الوطني يفوز، من كذلك يؤدي بطريقة جيدة. أنا تنقول دائما أن الجمهور المغربي أحسن جمهور في العالم، جمهور ذواق، جمهور راقي، جمهور تيعرف كرة القدم، وجمهور تيبغي النتائج وكيبغي الفرجة. بكل صراحة يعني أولا المنافسين قويين بكل صراحة، مقابلات ماشي سهلة. كرة القدم الحديثة مبقاش كتعترف بمنتخب صغير أو منتخب كبير، هذه حقيقة كتبين عليها كذلك هذه المنافسة. هذه إلا غادي نمشي لصلب الموضوع باش نجاوبك على السؤال، غادي نجاوبك بأن المنتخب السعودي الوقت فاش غير 5 لاعبين أو 6 لاعبين انهزم، وهذا منتخب اللي سنين هو كيخدم مع بعضياته، معهم مدرب سنين هو معهم، عندهم اوتوماتيزمات ديالهم وعندهم اشياء كثيره ديالهم، ومنتخب اللي مؤهل لكاس العالم. حنا عندنا لاعبين ناقصين باش يمكن يكون لو كوتي اوفونسيف، راه خصنا باش يكون افضل. مع هاد اللاعبين اللي عندنا مشكورين كثير على المجهودات اللي كيقوموا بها، لا زحزوح ولا بركاوي ولا تيسو دالي ولا اللاعبين اللي كاينين في خط الهجوم، كنا كنمنيو النفس لو كانوا معاهم مهري، وكان معاهم مليوي، وكان معاهم بن شرقي. هادو راه لاعبين مؤثرين ومكثرين كثير. كان يكون عندنا اوراق اخرى
باش اننا سور لو بلون فونسيف. وهادو لاعبين كذلك اللي خدمنا معاهم، واخا الخدمه كانت عندنا قليله بزاف، خدمنا فقط جوج ديال لي كونسونطراسيون، ولكن خدموا معنا. فاش خدموا معنا درنا شي حاجه ولو قليله سور لو بلون لانيماسيون فونسيف. فكنظن على انه يمكن باش يمكننا اننا نلعبوا بالطريقه اللي كتبغي الجمهور المغربي واللي حتى حنا كنبغيو، راه حنا هذا من الاشياء اللي مصعبه علينا الامور. فلقينا راسنا اننا كنتادابطاو، اننا كنديروا اون ادابتاسيون، اننا كنلعبوا بلاعبين يعني من قوسين كذلك. انتم شفتوا بان حتى اللاعب الحمد لله مشى لنا بالكارطون روج المقابله اللي فاتت، مع ازارو ما كانش المقابله اللي فاتت. فكنظن على انه يعني حنا لاعبين من قوسين كذلك من لاعبين اللي كثار، خصوصا في خط الهجوم. هذا اللي كيجعل انه يمكن، وهاد اللاعبين هادو يعني لاعبين اللي كذلك بدي بروفيل ديفيرون. كما كتعرفوا القيمه ديال اللاعب بن شرقي كيمكن له يدير لك لا ديفيرونس ولو ديزيكيليب في الخط الدفاعي ديال الفريق الخصم بكل سهوله. لاعب مهري بان بروفيل تري ديفيرون اللي يمكن له كذلك ياخذ لا بروفوندور وبين عليها في الشان وكيبين عليها مع بركان. لاعب المليوي راكم عارفين القيمه ديالو في خط الهجوم والتحركات ديالو. فما كنقولش هادو اللاعبين افضل من اللاعبين الاخرين باش ما تفهمنيش غلط، ولكن كنقول بان لو كان متوفرين عندنا هاد اللاعبين اللي خدمنا معاهم ولو العمل كان قليل، ولكن كان الحمد لله يعني جعلنا اننا نديروا واحد لانيماسيون فونسيف ديالنا اللي يمكن لها تعطينا واحد الوجه اخر. لو كانوا هاد اللاعبين مع اللاعبين اللي متوفرين كانت تكون كره اخرى من الناحيه الهجوميه. مي كنحاولوا اننا نتطوروا من مقابله بعد مقابله. ما تنساوش بان كيف ما سبق لي وذكرت المقابله الاولى راه كانوا اول لاعبين لعبوا بعضياتهم، اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم، لاعب البركاوي واللاعب بولكسوت. المقابله الاولى اول مقابله كيلعبوا بعضياتهم. ان حتى في لا جيستيون كيفاش جارينا داك لي دو كونسونطراسيون راه كنا كنديروا لاعبين في المقابلات الحبيه اللي درنا جوج مقابلات، وكنا في واحد لو كونتران ديال خصنا نديروا واحد المنتخب اللي غادي يلعب مقابله ماشي افضل توليفه، ولكن التوليفه مقارنه مع لاعبين اللي غادي نتلقاوهم يمشيو يشاركوا في لا تشامبيونز ليغ. فلقينا بان لاعبين اللي واخا لعبوا لا كونسونطراسيون درنا دي دو كونسونطراسيون اللي مره واحده اخرى هما قلال مقارنه مع المنتخب مثلا مره واحده اخرى ديال السعوديه اللي شحال من سيونس عندهم وشحال من مقابله حبيه ورسميه عندهم. ولقينا راسنا في المقابله الاولى والثانيه كاين لاعبين اللي اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم. لاعب مثلا نتذكر بان مثلا البركاوي مع اللاعب كان كيلعب مع اللاعب منعوت، ما عمر في داك لي دو كونسونطراسيون بركاوي لعب مع بولكسوت، ولقاو راسهم في مقابله رسميه. وعلينا اننا نلقاو الحلول، هادشي عارفينه، علينا اننا ننتصروا، علينا اننا نكونوا عند حسن الظن. نتمنى من الله اننا نكونوا عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجمهور الراقي والذواق واللي كيعشق كره القدم. وحنا غادي نبقى نتطوروا ان شاء الله وكنكبروا في هاد لا كومبيتيسيون. شكرا. فبالنسبه للسؤال ديال الاخ ديالي، الاجواء الحمد لله بين اللاعبين فهي جد ايجابيه. يعني بعد كل مقابله فكيبدا التركيز ديالنا على المقابله القادمه. فاول ما عرفنا ان الخصم ديالنا فهو المنتخب السوري، فاكيد التركيز بدا بشكل اكثر، يعني باش اننا نحصلوا على التاهل. عارفين ان الوقت بعد كل ما بين المقابله والمقابله ما كاينش وقت كبير، يعني اغلب الوقت كياخذوا اللاعبين في الراحه يعني الاكل الجيد، كذلك في لي سوان ديالهم باش يلا يكونوا واجدين للمقابله اللي من بعد. لان في كل مقابله كان اللاعبين كيتبذلوا واحد المجهود اللي كبير، والوقت ما كاينش باش الريكوبيراسيون يعني في وقت اللي قصير ما كافيش. فرغم هذا الاجواء الحمد لله بين اللاعبين فهي جيده، يعني الطموح ديالنا في كل مقابله كيزيد يكبر والرغبه ديالنا كتزيد تكبر، ونتمنوا ان ربي يوفقنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا اللي عارفين انه غيكون دائما معنا، ونتمنوا ربي انه يوفقنا ونحصلوا على التاهل ان شاء الله الرحمن الرحيم. نعتذر لكم عن ضيق الوقت.